الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة: هي واجبة ليست فرضا، بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض. قال القاضي: وقال بعضهم: الفطرة منسوخة بالزكاة. قلت: هذا غلط صريح، والصواب أنها فرض واجب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يفرق بين الفرض والواجب خلافا لجماهير أهل العلم. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وأحاديث زكاة الفطر أحاديثها ظنية، ولذا الحنفية رحمهم الله يقولون: صدقة الفطر واجبة وليست بفريضة. ويترتب على من ترك الواجب عند الحنفية ما يترتب على من ترك الفرض عندهم، إلا أنهم يكفرون من أنكر الفرض بخلاف من أنكر الواجب. وإلا فعندهم من ترك الواجب فاسق لا تقبل شهادته، وهو آثم عند الله تعالى. وهذا أمر اصطلاحي امتاز به الحنفية عن سائر إخوانهم الفقهاء. سائر الفقهاء من الأئمة غير الحنفية رحمهم الله تعالى جميعا لا يفرقون بين الفرض والواجب، ويظهر هذا من كلام قريب سمعتموه من كلام الإمام النووي يأتي بعد قليل. قال القاضي: المراد القاضي من هو؟ قاضي عياض في إكمال المعلم، وهذا في الثالث صفحة 476. وقال بعضهم: الفطرة منسوخة بالزكاة. زكاة الفطر منسوخة بالزكاة، وهذا كلام ساقط قال به بعض من شذ من السابقين، ولا يعزى لأحد. فالقول بأنها منسوخة قول ليس بصحيح. وكثير من الناس لما يعالجون بعض الأحكام يزعمون النسخ، ومن زعم النسخ فالواجب على الزاعم أن يظهر الناسخ من المنسوخ. المنسوخ صدقة الفطر على هذا الزعم. السؤال: أين الناسخ؟ أين الناسخ؟ فإذا أنت لم تأتي بالناسخ فيبقى هذا الزعم زعما وهو باطل وليس بصحيح. ورحم الله ابن حزم، فإن له كلمة مهمة في موضوع الزعم بالنسخ، وأن ذلك يبطل الشريعة بتمامها وكمالها. فقال رحمه الله في كتابه الجيد الإحكام الجزء الأول صفحة 497: قال: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين. ومن استجاز خلاف ذلك، ومن استجاز خلاف ما قلنا، فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها، إلى إبطال الشريعة كلها، لأنه لا فرق بين دعوى النسخ في آية ما أو حديث ما
وبين دعوى غيره النسخ في آية ما أو حديث ما وحديث آخر، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن نسقط طاعة أمر أمرنا الله تعالى به ورسوله إلا بيقين لا شك فيه. فإذا الزعم بأن صدقة الفطر منسوخة بالزكاة زعم باطل، والسبب أن الناسخ غير ظاهر وأنه غير معروف. ولو استرسلنا في كل ما ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث يقولون هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا منسوخ. المنسوخ يحتاج إلى نسخ، ده ناسخ، ومن غير وجود الناسخ الكلام ليس بصحيح. فإذا هذا الكلام ليس بصحيح. تأمل معي الآن الكلام الجيد للإمام النووي لما رد هذه الدعوة، قال: قلت هذا غلط صريح، غلط تغلطة، غلط واضح، قال صريح. ثم قال: والصواب أنها فرض واجب. فالوجوب والفرضية عند الإمام النووي سيان، خلافا لأبي حنيفة، قال فرض واجب، فيطلق الفرض على الواجب ويطلق الواجب على الفرض، فلا فرق بينهما عنده، وهو الشافعي. وهكذا مذهب الأئمة الثلاثة غير مذهب الحنفية. نسمع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله من رمضان إشارة إلى وقت وجوبها، وفيه خلاف للعلماء، فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس. من قولين. نعم. قال: فالصحيح من قولي الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر، والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد. وقال أصحابنا تجب بالغروب والطلوع معا. وقال بعض أصحابنا وقال بعض أصحابنا تجب بالغروب والطلوع معا، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب. وعن مالك روايتان كالقولين. وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر. قال المازري: قيل إن هذا الخلاف مبني على أن قوله الفطر من رمضان هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر؟ قال المازري: وفي قوله الفطر من رمضان دليل لمن يقول لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو يوما واحدا. قال: وكأن سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة، وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره. وقد جاء في حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذه الفقرة فيها فوائد كثيرة. متى تجب صدقة الفطر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وللشافعي قولان، بعض المذاهب اقتصر على أحد قولي الشافعي. القول الأول أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، آخر يوم من رمضان بغروب الشمس. من أدرك هذا الوقت فتجب في حقه صدقة الفطر، ومن مات قبل ذلك فلا شيء عليه. القول الثاني أنها تجب في حق من أدرك فجر يوم الفطر، ومنهم من قال أنها تجب على من صام يوما وأدرك الأمرين، فتأخرت وفاته أو تأخر وجوده إلى طلوع شمس
يوم العيد. وهذا لا ينافي أن تخرجها قبل ذلك، ولكن هذا سبب الوجوب، فمن مات قبل ذلك فلا شيء عليه. لكن كنا نخرج صدقة الفطر قبل يوم يومين، يقول عبد الله بن عمر، فالإجزاء شيء وتحقيق الوجوب وتحقيق وقت الوجوب شيء آخر. وسبب هذا الخلاف فهم النصوص، والفهم نلجأ إليه عند عدم وجود نص قاطع في بيان متى يكون الوجوب. قال المازري فيما نقل القاضي عياض، ونقل ذلك عنه الإمام النووي، قال في قوله صلى الله عليه وسلم: الفطر من رمضان، الفطر من رمضان شيخنا بس صدقة. إذنكم شيخ، سيارة مسكرة الشارع. إخواني بارك الله فيكم، سيارة كيا بيكانتو 20 على 16 437، كيا بيكانتو 20 على 16 437 مغلقة على الناس، رجاء تحريكها. الحديث زكاة الفطر من رمضان، هذا المراد زكاة الفطر، الفطر المعتاد الذي يكون مع غروب الشمس اليوم الأخير، أم يكون لما ينتهي رمضان وانتهاء رمضان قائم على مسألة، وهذه المسألة أيهما يسبق الليل أم النهار؟ فمن قال إن النهار يسبق فينتهي اليوم بصلاة الفجر، والراجح أن اليوم ينتهي بغروب الشمس إلا يوم عرفة. يوم عرفة يختلف عن سائر الأيام، فمن أدرك عرفة قبل فجر العاشر تم حجه، فليلته تابعة له وليست تابعة للعيد. يوم عرفة ليلته تابعة له بخلاف سائر أيام السنة. والنص الصريح الصحيح فيما ثبت من طريقين عن نافع عن ابن عمر في الباب الآتي قوله صلى الله عليه وسلم، أو قال عبد الله بن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر، أمر صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فمتى يكون وجوب الزكاة؟ فجر العاشر، عفوا فجر اليوم الأول من عيد الفطر، من أول شوال. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهناك ما يسعف أيضا في نصوص أخرى تأتي قريبا إن شاء الله. فمن لم يدرك اليوم الأخير يوم العيد فجره فلا تجب عليه صدقة الفطر، ولو أخرجت فلا حرج في إخراجها، لكن ليس على وجه الوجوب كما ذكرت في الدرس الماضي كصدقة الفطر على الصبي، كصدقة الفطر على الحمل ليس على الصبي. المرأة الحامل فلها أن تخرج صدقة الفطر عن حملها وإن بقي في رحمها، لكن ليس واجبا عليها ذلك. طيب،
قول المازري هنا: وكان سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز فيها من أمور تفوت كمالها. رمضان طويل، شهر، والإنسان يزل ويخطئ، فالشرع أمر بصدقة الفطر كي لا يفوت الكمال. فصدقة الفطر كما ورد في الحديث الحسن الآتي بعد قليل، وأخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: صدقة الفطر طهرة، طعمة للمساكين وطهرة للصائمين. فصدقة الفطر تجبر فوات الكمال، تجبر الخلل والخطأ والخلل والخطل فيما يقع فيه الصائم. قال: جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص. إذن صدقة الفطر كفارة. قال: كفارة مالية، الطعام مال، هذا لا ينفي أن تكون صدقة الفطر طعاما، فالطعام مال، فالمال كل ما تعارف عليه الناس مما له قيمة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله: المال هو الساكت الناطق الدواب والأنعام، والساكت الأراضي والعمارات وما شابه. فالمال كل ما له قيمة محترمة لا تصادم نصا، فإن صادمت نصا فسقطت المالية الشرعية وما يتبعها من حقوق. قال: جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة. وهنا مسألة: هل يوجد هدي في العمرة؟ نعم، لكن ليس على وجه الوجوب. الهدي في العمرة مشروع. لو أن رجلا اعتمر فأراد أن يذبح، فلا يوجد أحد من أهل العلم يمنعه، ولكن هذا الذبح ليس واجبا عليه، وإنما يفعله من أجل الكفارة، مع أن العمرة فيها نوع بطول. العمرة متى تبدأ؟ لبس الإحرام؟ لا، لك أن تلبس إحرامك، ولك أن تتعطر، ولك أن تفعل ما شئت من المحاذير الإحرام. متى تبدأ العمرة؟ بقولك لبيك اللهم بعمرة. لما تقول لبيك اللهم بعمرة تبدأ العمرة. أنا لما أعتمر وأطلع بالطائرة ألبس الإحرام من بيتي أو من المطار، ولما أكاد أصل الميقات أتجرد من الملابس الداخلية، أخلعها وأنا في الطائرة، ولما أصل الميقات أقول لبيك اللهم بعمرة. هنا تبدأ العمرة. لكن قبل هذه أنا ألبس المخيط، ولي أتطيب، هذا لا حرج فيه. فليست العمرة لا تبدأ من لبس ملابس الإحرام. العمرة متى تبدأ؟ طيب، هل يمكن أن يقع المعتمر في خلل؟ ممكن، حتى يصل إلى مطار جدة تصل إلى مكة، وقد تفرغ من العمرة بوقت طويل، قد تضطر لراحة لنوم. وأنا لا أنصح من يعتمر إلا أن يعتمر وهو مرتاح البال، وهو على سكينة، قضى جميع حاجاته، ولا يعتمر وهو نعسان جوعان ويدافع النوم، ينام ثاني يوم يعتمر. فصارت العمر طويلة، وقت طويل. ما الذي يجبر الخلل؟ الهدي. ثبت في موطأ مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما
كان يهدي لما يتحلل من العمرة يذبح، فمن أراد أن يذبح فلا حرج في العمرة، لكن ليس واجبا فلا حرج. ولذا قال كالهدي في الحج والعمرة. وكذا الفطرة فطرة صدقة الفطر. لماذا شرعت صدقة الفطر؟ قال لما يكون في الصوم من لغو وغيره. وقد جاء في حديث آخر، هذا الحديث الذي أومأت إليه، قال إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. ثبت في سنن أبي داود في حديث رقم 1609 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسلمين. اسمع تتمة الحديث، قال في تتمته، قال: من أداها قبل الصلاة من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات، قبل الصلاة إذن صدقة الفطر شعيرة، وهذه الشعيرة مؤقتة بوقت، وهذه الشعيرة تخالف الصدقات. وهذا من الأدلة الكثيرة التي يستدل بها على أن صدقة الفطر لا تجزئ مالا. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي، قال صلى الله عليه وسلم، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة صدقة من الصدقات. لا فرق بينها وبين أي صدقة من الصدقات. إذن صدقة الفطر تختلف عن سائر الصدقات، تختلف للعلتين: طعمة حتى يكون الفقراء أغنياء يجدون ما يأكلون ويشربون ولا يزعجهم ويقلقهم الجوع والحاجة، ويشتركون مع سائر المسلمين في إيجاد الطعام والفرح في الطعام، بخلاف سائر الصدقات. وكما قلت هي شعيرة عيد الفطر تماما مثل الأضحية، فهي شعيرة عيد الأضحى. ولا يجوز لنا أن نجعل شعيرة عيد الأضحى وهي الأضحية مالا. وإن بدا في عقولنا القاصرة أن الناس يحتاجون المال أكثر من حاجتهم للحم، فهذا الذي يبدو لا وزن له، فالشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. إذا رأيت الرماح تجول في ميادين الكفاح فالنصوص حرب وتدرأ هذه المعركة، الفوز معها، الفوز مع الشرع. من وقف عند الشرع وانشرح صدره وعقله لأحكامه فهو الفائز، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي، فقال الجمهور يجب إخراجها للحديث المذكور بعد هذا صغير أو كبير، وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير، والصبي ليس محتاجا إلى التطهير لعدم الإثم. وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس، ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب، كما أنها تجب على من لا ذنب له، كصالح محقق الصلاح، وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، فإنها تجب عليه مع عدم الإثم. وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة، فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر. هنالك علل وهنالك حكم، والعلة وصف ظاهر منضبط، والحكمة وصف باطن
غير منضبط. الأحكام الشرعية تدور مع عللها ولا تدور مع حكمها. فلو رفها مسافر كما قال ابن حاجب لو أن ملكا رفها في السفر فهل له أن يقصر؟ نعم، ما دام أنه مسافر يقصر. العلة في القصر أو الفطر في السفر إنما هو السفر. الحكمة المشقة. قد توجد المشقة في الحضر ولا يجوز الفطر ولا الجر، وقد تنعدم المشقة وهي الحكمة للعلة، قد تنعدم في السفر، ومع انعدامها في السفر فحينئذ يجوز القصر ويجوز الفطر لمن شاء. فالأحكام الشرعية تدور مع عللها، فمتى وجدت وجد الحكم، ومتى عدمت عدم الحكم بخلاف المشقة. ولذا التطهير على زعم أن هنالك رجل كامل، في رجل كامل خلال شهر لا يقع فيه خطأ أو في معصية، هل أولياء الله يذنبون؟ قطعا يذنبون. الولي مستقيم، إن وقعت الزلة تقع فلتة مع عدم الإصرار والتوبة. وخيالنا أنه في ولي أولياء رجال غيب، وبعض الناس يسترسل يحركون الدنيا ويرزقون الناس، هذه خرافة ما أنزل الله بها سلطان. كل ولي يخطئ، كل ولي يخطئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ. الأولياء من بني آدم، نعم من بني آدم يخطئون، على فرض أن ولي ما أخطأ كامل وصالح طول رمضان ما وقع في خطأ، عليه صدقة الفطر، عليه صدقة الفطر. طيب رجل أسلم قبل دقيقة من آخر ليلة في رمضان أو قبل شروق شمس يوم العيد، ما عليه أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله، عليه صدقة فطر، عليه صدقة فطر. ولذا الصبي عليه صدقة فطر. قالوا لي الأغلب، النبي قال أمرين: طعمة وطهرة. فصدقة الفطر للصبي طعمة أغلب منها لطهرة، وصدقة الفطر للمكلف طعمة طهرة أغلب منها طعمة. يعني تارة الطعمة تغلب وتارة الطهرة تغلب. طب الصبي هل عليه صدقة فطر؟ نعم، الصبي ميسور غني عليه صدقة فطر وليس على والده. ممكن تجد صبي ميسور، ممكن تتخيلوا هذا، ورجل ولد ماتت أمه ولم تترك إلا هو، فمال أمه الغنية أصبح له وأصبح عليه وصي، ووصيه أبوه، وجاء رمضان فأبوه يخرج عنه زكاته من ماله، فماله مقدم على أن يخرج من مال أبيه. طيب هو عليه نفقة وليس بميسور كسائر الناس، كسائر أحوال الناس. الصغير والرضيع والذي ولد ولو بثاني قبل فجر يوم العيد عليه صدقة فطر. والواجب
في إخراج صدقة الفطر على الوالد. الواجب في إخراج صدقة الفطر على الوالد، ولكن إن كان معه مال فزكاته من ماله، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم على كل حر أو عبد، فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه، وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض. ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه. وعند أصحابنا في تقديرها وجهان: أحدهما أنها تجب على السيد ابتداء، والثاني تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده. فمن قال بالثاني فلفظة على ظاهرها، ومن قال بالأول قال لفظة على بمعنى عن. العبد تجب في صدقة الفطر سواء كان عبدا معروضا للبيع والشراء من عروض التجارة، بل بعض أهل العلم قال العبيد أقرب للسلع من الآدمية، فأوجبوا على السيد أن يخرج زكاة العبد وإن كان كافرا. ولكن في الحديث من المسلمين التي ذكرت لكم رواية مالك وتابعه عن نافع غير واحد، وذكر الشارح 2، وتأتي المسألة بتفصيل. فالعبد إن مكنه سيده وأصبح عنده مال فأخرج الزكاة عن نفسه أجزاء، هذا الواجب. يمكن للعبد أن يصبح ذا مال، نعم، بإرادة سيده. سيده إن أذن له أن يتملك أو أن يتكسب وأن يخرج صدقة فطره، فحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم صغير أو كبير، فرض رسول الله صدقة الفطر على الصغير والكبير، فتكون على بمعنى على. وإن لم يأذن فتكون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على، قال هنا على الحر والعبد، الحديث قال على كل حر وعبد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر أو عبد، على كل حر وعلى كل عبد إن كان متمكنا. إن لم يكن متمكنا فحينئذ تجب صدقة الفطر على العبد، والعبد لا يملك وهو ملك سيده، فيجب على سيده أن يؤدي صدقة الفطر عنه. في الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم بسنديهما إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه. من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع. أنا لي عبد أردت أن أبيعه لغيري فماله لي، أبيعه من غير مالي. الذي ابتاعه مني شرط علي أن يكون المال له، فهذا الشرط صحيح ولا باطل؟ صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إلا أن يشترط المبتاع. فإذا ابتاع فيصبح العبد يملك. هل العبد يملك؟ بإذن سيده يملك. فإن كان له مال وسيده جعل المال له فهو أولى مني بصدقة الفطر. متى تجب صدقة الفطر على السيد؟ لما يكون العبد لا يملك، فإن كان يملك فمن باب أولى هو يملك، هو الذي يؤدي. فالمسألة مضبوطة بهذا الضابط، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى:
وأما قوله على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ففيه دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كان. المسلم الذي يعيش الآن في ديار الكفر، المسلمين الذين يعيشون في أمريكا وأوروبا وغيرها، هل عليهم صدقة فطر؟ طبعا عليهم صدقة فطر، وصدقة الفطر هي إن لم يجدوا عندهم فقراء من المسلمين فالواجب عليهم أن يؤدوها لفقراء المسلمين في البلاد الفقيرة. فصدقة الفطر أينما كان الإنسان، في الأودية، في الشعاب، في القرى، في المدن، في الأماكن المهجورة، تجب فيها صدقة الفطر. نعم. قال: وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء، وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي. هذا التفريق يحتاج لنص، والنبي يقول من المسلمين، والمسلمين جمع، وهذا الجمع مستغرق بالألف واللام التي هي للجنس، والجمع الذي فيه الألف واللام للجنس يعني جنس المسلمين أيا كان المسلمون في أي بلد عاشوا، هذا من ألفاظ العموم، فتشمل استغراق جميع المسلمين بلا استثناء. فإخراج أهل الشعاب أو إخراج أهل القرى أو إخراج من عاش في ديار الكفر يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. صدقة الفطر تجب في الحديث على الناس، على الناس هكذا، كذلك الناس جمع، والجمع محلى بالألف واللام للجنس، والجمع المحلى بالألف واللام هذا يشمل جميع الناس. وكذلك المفرد المحلى بالألف واللام المسلم يشمل كذلك جميع الناس. والعصر إن الإنسان لفي خسر. طيب ايش نعمل؟ دقيقة يا شيخ بسوي بس بالصوت. الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. شو دق على ذاك شيخ والله الثاني؟ عالجوا هذه قبل الدرس. شيخنا فجأة من كذا يوم وصلحوه ما استرش. والعصر إن الإنسان يشمل جميع الناس، لأن الله قال بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا جمع، واستثناء الجمع لا يصلح من مفرد. والعصر إن الإنسان جنس الإنسان، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالجمع، وهذا أمر مقرر في علم الأصول. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد. وقال أبو حنيفة: لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة. وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله، وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف. هنا صدقة الفطر على الفقير هل تجب أم لا؟ وما هو حد الفقير؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على جميع الناس، فقال جماهير أهل العلم أن صدقة الفطر تجب على الغني، وهذا مذهب الجماهير عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة يقول من لا يستطيع أن يدفع صدقة فطر فليس واجبا عليه الصدقة. الفقير عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ليست عليه صدقة فطر. قال أهل العلم صدقة الفطر
هي زكاة تتضمن معنى الفدية، معنى فدية الأذى، شبيهة بفدية الصيد. فمن كان يملك يدفع، ومن لا يملك لا يدفع. الجماهير قالوا لا، الجماهير قالوا صدقة الفطر واجبة على الغني والفقير. طب ماذا يصنع الفقير؟ قال الجماهير الفقير يحبس طعام يوم وليلة، طعام يومه وليلته، وطعام من تجب عليه النفقة، والزائد يتصدق به صدقة فطر، ولو كان الزائد شيئا قليلا، لو كان الزائد كسرة خبز. وهذا يؤكد أن صدقة الفطر ليست مالا، إنما هي طعام. جماهير الأئمة الثلاثة يقولون الفقير يحبس طعام يوم وليلة له ولمن تجب النفقة عليه، والزائد عن هذا المقدار يجب عليه أن يؤدي صدقة الفطر ولو كان قليلا. هل يجوز للفقير أن يعطي الفقير وأن يأخذ منه بالتواطؤ؟ لا، يتواطأ فقير مع فقير، قال أنا بعطيك صدقة فطر وتعطيني صدقة فطر، ممنوع. ومن غير تواطؤ لا حرج، أنا فقير أعطيت صدقة فطر إلى فقير، فالفقير عنده صدقة فطر فأعطاني إياها، لا حرج من غير تواطؤ. أما بتواطؤ فلا، هذا ممنوع. فصدقة الفطر الراجح أنها واجب على المسلمين جميعا، حتى الفقير، لأن الفقير يحتاج إلى من يطهر صيامه من خطأ يقع فيه في أثناء الصيام. فالفقير والغني سيان، الفقير والغني سيان، والله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ذكرا وأنثى، ذكر أو أنثى تابع لعلى، ذكر وأنثى حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها إخراجها من مالها، وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة، وأجابوا عن الحديث بما سبق في الجواب لداود في فطرة العيد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على ذكر أو أنثى. قالوا الذكر على حقيقتها، أو أنثى قال أو عن الأنثى، تجب على الذكر رب الأسرة الزوج الأب عن الأنثى. الأنثى إذا كانت متكسبة ومعها مال فلها أن تخرج صدقة الفطر عنها وعن عائلتها من لم يتكسب. بعض العوائل نشاهد هذا الحالة الآن في بعض الأسر، بعض الأسر الأب جالس العمل والذي يتكسب الزوجة، وتدفع صدقة الفطر الزوجة عن نفسها وعن أولادها القصر وعن زوجها، وزوجها لا يملك. هل هذا يشرع؟ يشرع ولا حرج. الأصالة أن النفقة على الزوج، الأصالة النفقة على الزوج. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الرجل لا يملك، كان فقيرا، والمرأة تستطيع تتكسب متكسبة وعندها مال، فلها أن تخرج صدقة عن نفسها ولا حرج في ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وأما قوله من المسلمين فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم، فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار، وإن وجبت عليه نفقتهم. وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء. وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف: تجب على العبد الكافر. إذن هل تجب على كل أحد؟ بناء على رواية من المسلمين. فمن أثبت رواية فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كذا وكذا من المسلمين، فيشترط أن يكون صدقة الفطر تكون عن المسلمين، لأن صدقة الفطر طهرة، والكافر لا تنفع فيه صدقة الفطر. الكافر لا تصلح له صدقة الفطر، لأن الأعمال وبركتها تبدأ في الظهور مع الإسلام، ومع عدم الإسلام لا وجود لها ولا أثر لها. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم قال الكوفيون، وقال الكوفيون إسحاق بن راهويه، قال وبعض السلف. هذا مأثور عن اثنين: عطاء بن أبي رباح، ومأثور عن عمر بن عبد العزيز، وبين ذلك مسندا عنهما الإمام الطحاوي في كتابه بيان مشكل الآثار في الجزء السادس صفحة 31. أسند عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا كان لك عبيد النصارى لا يدارون للتجارة فزكي عنهم يوم الفطر. وأخرج عن عمر بن عبد العزيز قوله: يعطي الرجل عن مملوكه وإن كان نصرانيا زكاة الفطر. ولكن الراجح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا قول لأحد مع قوله. قال من المسلمين، فرض الرسول على هؤلاء من المسلمين، فإن لم يكونوا مسلمين فصدقة الفطر لا تنفع. صدقة الفطر لا تنفع ولا تكفر أبدا، لا تكفر لا تطهر، والله تعالى أعلم. الطحاوي له كلام طويل أبعد فيه النجعة، وأنصح بمراجعته في الجزء السادس صفحة 31 من كتابه بيان مشكل الآثار لمن أراد التفصيل، والتفصيل والرد عليه طويل. نسمع كلام أو رأي الإمام النووي في توجيه الإمام الطحاوي على وجه الإيجاز. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وتأول الطحاوي قوله من المسلمين على أن المراد بقوله من المسلمين السادة دون العبيد، وهذا يرده ظاهر الحديث. وليس الأمر كذلك، ليس من المسلمين السادة. المسلمين يشمل الصغير والكبير، ويشمل الحر والعبد، ويشمل الذكر والأنثى. وهذه كما قلنا أبعد النجعة فيها. ومع هذا راجع كلام الطحاوي في مشكل الآثار الجزء السادس صفحة 32. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. أما بالنسبة للإجازات، من أراد إجازة فليسجل في 7 دقائق. طيب، نبقى إذن الإجازة. من أراد الإجازة يسجل اسمه الاسم الذي يحب أن يجاز به، يسجله عند أخينا الإمام، وأكتب لكم الإجازات بإذن الله تعالى. نكمل دقائق محسوبة. تفضل. طيب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما قوله صاعا من كذا وصاعا من كذا ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع، فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع. إذن الصاع في خلاف في الحنطة، فإن كان غير حنطة وما عداه وهو الحنطة والزبيب ففيه خلاف. نعم. قال: وإن كان حنطة وزبيبا وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة وأحمد نصف صاع لحديث معاوية المذكور بعد هذا. وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله
صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاعا من زبيب. والدلالة فيه من وجهين: أحدهما أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات. والثاني صاع من طعام، إذا أطلق الطعام لا يراد به إلا الحنطة، وهذه عادة أهل الحجاز، ويتأكد ذلك من السياق والسباق إذا كان السياق في ذكر المطعومات. فالصاع هو صاع من دقيق، صاع من بر، صاع من حنطة، بخلاف ما تأوله أهل الشام معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه. الثاني قال: والثاني أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعا، فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته. ووقع في رواية لأبي داود: أو صاعا من حنطة، قال: وليس بمحفوظ. وليس هذا الحديث عند أبي داود في السنن برقم 1618. قالوا معاوية قال نصف صاع من حنطة من أجل تقدير القيمة، قلنا القيمة مختلفة، استثني الصاع. لماذا فقط الحنطة نصف صاع؟ ولو حسبت القيمة للأقط والزبيب والتمر والشعير لوجدت القيمة مختلفة، فلماذا كانت عوملت الحنطة والقاعدة واحدة؟ فلماذا خصت الحنطة بهذا الأمر؟ فالصواب أن تبقى صاعا، فاستثناء الزبيب أو استثناء الحنطة لا وجه له، والله تعالى أعلم. نعم. قال: وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية، وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى. واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بين. قال القاضي: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به. وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن. واختلف فيه قول الشافعي، وقال أشهب: لا تخرج إلا هذه الخمسة. وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها. وعن مالك قول آخر أنه لا يجزئ غير المنصوص في الحديث وما في معناه، ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. إذن هنا تعرض لمسائل مهمة، وهذه المسائل تحتاج إلى بسط. وقوله من القطاني الحبوب كالعدس والبازيلا واللوبيا والحمص والفول، هذه كلها من القطاني. وقال هنا: وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد. فالعبرة الطعام الذي لا يفسد، وكان يقتات الطعام المقتات الذي لا يفسد ويحفظ خارج ثلاجة ويبقى صالحا للقوت. فكل نوع من هذه أنواع الطعام هي في معنى الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا، كلامك عن الإجازة ما كان مسموع. إذا عفوا، كلامك عن الإجازة ما كان مسموعا، إن شئت أن تعيده. ما كان مسموعا؟ أي نعم. بالنسبة إخواني الإجازة، من أراد الإجازة يسجل اسمه عند أخينا الإمام أخونا الشيخ عبد العظيم، وأكتب لكم الإجازات بإذن الله. خلال هذا الأسبوع تسجلون، والخميس ليس القادم الذي بعده آتيكم بالإجازات مختومة. جزاكم ربي خيرا وبارك فيكم. واضح الآن؟ مسموع؟
أعيد لهم. لا بس خبرهم. قال من أراد الإجازة يرسل اسمه إلى الإمام الشيخ عبد العظيم حتى يتم تسجيل الشيخ في الأسماء وإعداد الإجازات خلال هذا الأسبوع. وبارك الله فيكم. وبك ما سمعناش في درس يوم الخميس. بكرة درس بكرة. أشهد أن محمدا رسول الله يبارك فيك. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على مرحبا. أنا سويد. مرحبا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا. الله يسلمك. سلمون على أنس كثيرا الله يحفظك. على أبو أنس. السلام. أحد الإخوة يقترح إعادة الدرس لأن أغلب الإخوة ما سمعوا. صحيح؟ أغلبكم ما سمعتم وأنا لماذا أتكلم إذا غفر الله لي ولكم. لأن نعيد الدرس القادم، الدرس الذي قلناه اليوم نعيد الدرس القادم أم لا؟ من يرى الإعادة يرفع يده. من يرى الإعادة يرفع يده. شيخنا صور الدرس واعتقد ان التصوير كان بصوت جيد. طيب اذا كان التصوير جيدا نزلوا على الموقع قريبا تسمعوه في الموقع حتى نمضي، واذا كان غير جيد نعيد الدرس وان شاء الله يكون جيد. ان شاء الله يكون جيدا. كيف كان سلفنا الصالح وعلماؤنا تصل أصواتهم في الدروس؟ كان هنالك المسمعون. تعرفون المسمع؟ على مسافة يقوم طالب يردد ما يقوله الشيخ، وعلى مسافة أخرى ثان وثالث. وكان في مجالس الجهابذة من أهل العلم 70 مسمعا، 70 واحد يعيد الدرس لكثرة الناس. لما نذهب إلى إندونيسيا ونحاضر يحضر
200,000 تقريبا أو 100,000 من الناس، وهنالك شاشات في الساحات حوالين المسجد يجلسون الناس يستمعون ويرون. فالمسمع هو الذي يوصل الصوت لسائر الطلبة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة؟ كيف في خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الصحابة 100,000؟ ما ورد مسمع، يعني ما سمع إلا إن كانت هنالك كرامة من الله عز وجل وكانوا منضمين له كل جهة. إذا كان الجمع بين الصلاتين في المطر للمشقة فإن وجد من لا مشقة عليه فهل له الجامع؟ قطعا. الإمام الذي يسكن في المسجد لا مشقة عليه، يدخل على المسجد ويطلع على المسجد من درج داخلي أحيانا، هل له الجامع؟ له الجامع. المعتكفون في المسجد هل يجوز لهم الجامع؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز إذا وجد غيرهم فهم تبع لهم. والقاعدة عند أهل العلم يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل. لو وجد جماعة معتكفون في المسجد ولا يوجد غيرهم لا يجوز لهم الجمع. لماذا يجمعون؟ فإذا جاء غيرهم فيجوز الجمع من أجل غيرهم لا من أجلهم. يجوز الجمع من أجل غيرهم لا من أجلهم. كيف يؤدي زكاة الفطر من كان في بلاد الكفر؟ يرسلها إلى بلاد المسلمين. الآن في سؤال سئلت عنه من رمضان الماضي ودورته كثيرا في فترة طويلة، وانشرح صدري لجواب أذكره للإفادة. بعض الإخوة يقولون نحن لجنة نجمع المال في أمريكا، وهم كذلك في أمريكا، وفي العادة الجارية أننا نحول الزكاة قبل رمضان بيومين ثلاثة، اختلاف المطالع واختلاف أيام العيد، حتى نتلاشاها مع فترة الإجازة، فترة برد المدة. فقالوا أصبحنا نعرف نزيد 50,000 من أموالنا، وال50,000 اللي بنزيدها من أجل الصدقات التي تأتينا في أواخر الأوقات التي لا تأذن لنا بالتحويل. فهل لنا أن نفعل ذلك؟ فالذي خطر في بالي واستقر عندي تبعا للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. إذا كان هذه الكمية تبع ليس أصلا جاز، وأما إن كانت أصلا فلا. يعني تدفع عن إنسان مجهول لا تعرف هل يصلك أم لا يصلك، لكن أنت دفعت أغلب الأموال عن أناس أعطوك زكاة الفطر، وبقيت بقية هذه تبع، فهذا التبع يتبع الأصل. فإن أخرجت صدقة الفطر وكان هذا الإخراج الزائد يكون صدقة، زدت 50,000 مثلا وكان هذا الزائد صدقة فلا حرج في ذلك. فإن وجد فيكون صدقة زكاة فطر عمن يعطيك بعده، وإن لم يوجد فهو صدقة للفقراء والمساكين. أرجو أن يكون ذلك جائزا والله تعالى أعلم. سؤالين: هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب علم لا يعمل؟ هل يجوز دفع زكاة المال؟ هذا ليس صدقة فطر، هذه أحكام الزكاة.
لطالب علم شرعي يدفع الرسوم للجامعة إذا كان التدريس مباحا وكان الطالب فقيرا فلا حرج. أما إن درس حراما فقطعا لا تجوز له زكاة المال. الكلام عن زكاة المال لا عن صدقة الفطر. إنسان يدرس موسيقى وتمثيل وما شابه هذا لا يعطى صدقة فطر، هذا دراسته حرام. طبع دار الصديق لشرح صحيح مسلم لا بأس فيها، طبعة جيدة. ما هو الدليل الليث وعطاء والزهري في عدم وجوب زكاة الفطر على البوادي؟ لا أعرف دليلا خاصا لهم، لا أعرف دليلا خاصا لهم، ولذا قول هجر ولم يوجد في العصور المتأخرة من يفتي فيه. فبعض الأقوال هجرت، وعلامة الهجران علامة لشذوذ هذه الأقوال. متى يبدأ وجوب زكاة الفطر؟ زكاة الفطر الأصل فيها ليلة العيد أو بعد صلاة الفجر. فإن كان الإنسان لا يستطيع أن يؤديها إلا بتقديم يوم أو يومين كما ثبت عن عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري فلا حرج، مع التنويه والتنبيه على أن صدقة الفطر ما في صوت، على أن صدقة الفطر إنما هي ليست فقط طعمة، فالذي يخرجها قبل يوم أو يومين ليس أمر حسن، وإنما جاز للضرورة، وإلا الأصل بغياب الصيام شمس يوم، غياب نهار وظهور، غياب الليلة الأخيرة، غياب شمس الليلة الأخيرة، والأحسن أن تكون في فجر يوم العيد يوم الفطر قبل أداء صلاة العيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.